ازيكم يا شباب، واهلا بيكم من فيديو جديد. فيديو النهارده مختلف تماما عن كل الفيديوهات اللي قبل كده. ليه؟ لان احنا النهارده جايين لكم علشان نعلن افتتاح بيتزا بافلي كريب. هنا كده فين؟ تحت الكومونا دي اتسانو سان باولو بيرجامو، زي ما انتم شايفين كده هنا في البياتزا. في عندنا طبعا اماكن باركيجو للعربيات كتير، مش واحد بس. ده هنا حتى مجانيه، لو تقدروا شايفين اللي عايشين هنا في ايطاليا، الناس اللي عايشه هنا في ايطاليا هتعرف الكلام ده. وهو ده المكان عموما يعني. ولكن بقى اللي انا عايز اوريه لكم هو المطعم من جوه، عشان طبعا انا جاي لكم بمطعم بافلي هيفتح بيتزا كريب في ايطاليا، يبقى لازم طبعا يعمل حاجه مظبوطه. تعالوا معايا. للاسف بس انا هدخلكم الباب اللي ورا. ليه؟ لان انا لسه قافل الباب زي ما انتم شايفين، علشان عايز تبقى اول فتحه كده باذن الله يوم الافتتاح، وعايز حضوركم معايا جنبي. هيشرفني. الفيديو ده انا هنزله النهارده التلات، دلوقتي حوالي الساعه 10 بالليل هقفل الفيديو واشتغل عليه واحاول ان انا انزله لكم، عشان اصلا في حاجات تانية انا شغال عليها بقالي شويه. ولكن اتفرجوا معايا انا عملت المشروع ازاي وانا بدات ازاي، وكملوا معايا للاخر عشان تشوفوا الجمال والجمدان اللي هيحصل باذن الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، سموا الله. No, non penso che non c'era mai prima in Italia. Sono sicuro che non mai avete provato le crepe salato, che è solo egiziano. È appena arrivato proprio in Italia a Pizza Pavle Crepe, che è il primo che fa le crepe salato in tutta l'Italia. E così iniziamo anche l'anno con un gusto buonissimo egiziano, vedete sotto le piramidi. Qua a Zano San Paolo, Bergamo, sotto il comune. Vi aspettiamo l'apertura l'8 gennaio 2026. È una cosa spettacola, vi aspettiamo, non dimenticate. Buon anno a tutti, ciao. النهارده بتاريخ 20/12/2025. الساعة كام؟ الساعة 5 إلا ربع. 16:43. بس شوفوا المكان معايا كان عامل ازاي، زي ما انتم شايفين كده. نطلع فوق. فده الشغل اللي موجود حاليا. هنخلص المكان. اكتبوا لي في الكومنتات ايه انا هنعمل ايه. متنساش طبعا اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تعرف بالظبط ايه اللي حصل وتعيش معنا التفاصيل والاجواء كلها. يلا بينا نبدا شغل، ويلا بينا نبدا نجهز ونعيش. احنا بقى دلوقتي يا شباب ايه، رايحين نجيب الدهانات والحاجات اللي هنجيبها. ده علي. هنعمل ايه يا علي؟ بيتزا ايه؟ بيتزا ايه؟ كوزا فاتشامو بيتزا ايه؟ بيتزا كريب. جدع ماشي. احنا بقى نروح نجيب الحاجات اللي ناقصانا ونرجع على المكان. اخدكم معانا دلوقتي، ممكن اوريكم بصه برضه على المكان هنا، الحاجات اللي بتبيع، حاجات المعمار وحاجات الدهانات والحاجات دي عامله ازاي. وهاخدكم معايا بقى نرجع ايه، نبدا تجهيز محلنا باذن الله ان شاء الله. ربنا يجعلها فتحه خير. ما تنساش تسيب لي دعوه في التعليقات، انا شايفك ما تبقاش حكوت. تعليق كده ادعي لي فيه ان ربنا يكمل لي على خير، ودعمك كده وشير. بص عايز اشوف اللوجو بتاعي في كل حته، قفوه جنبي بقى وقفه رجاله. احنا بقى دلوقتي دخلنا المكان ده اسمه شنترو إديليتسيا. شنترو إديليتسيا ده هو تقريبا من اكبر الاماكن اللي ممكن تشوفوها بتبيع حاجات بقى موراتوري وشغل معمار بقى، واي حاجه لها علاقه باي حاجه ايه في شغل البيوت ونظام البيوت والكلام ده. بصوا دخلت المكان عامله ازاي. هنا لو هتشتري ازازه ميه ولا حاجه اهو، عشان لو لفتك كبيره، ان المكان زي ما انتم شايفين كده. هنا الحساب وانت خارج. دي الواح طاقه شمسيه بادئين بيها على طول. خش بقى، عندك العده وعندك الدنيا هنا بقى شغل. هنا حوار تاني بقى. انتوا شايفينه ده كده، كل ده المكان ده بقى جزء السيراميك. بتشوف طبعا القطعة وبتكلم حد منهم بقى وايه، وهو بيجيب لك بقى اللي انت عايزه كله.
بس كده احنا هنكمل اللفه بتاعتنا وهنشوف هناخد ايه، و بعد كده بقى نرجع تاني ونتكل على الله. نجيب لنا كاميرتين مراقبه برضو علشان ايه، حرص ولا تخوف. دلوقتي بقى اشترينا شويه بوهيه وشويه حاجات. دلوقتي بقى هنخش اكشن المكان ده نشوف ايه عندهم ايه. وبعدين عدينا على اكشن هنا كمان جبنا منه ايه الساعه دي، هنشوفها في المحل ده عامله ازاي. يلا نكمل. دلوقتي بقى احنا ايه اشترينا الساعه وشويه الدهانات، وما لحقناش نجيب حاجه تانية النهارده لان احنا للاسف متاخرين. بس احنا دلوقتي هنبدا نشتغل وهنبدا نشوف بقى ايه هنوصل لفين النهارده، وان شاء الله بكره الصبح نكمل شغل ونكمل بقى الحاجات اللي هنشتريها. نتفرج على الزمالك، احلى زمالك في الدنيا. بنتفرج على ماتش الزمالك ومين؟ حرس الحدود. الساعه كام دلوقتي في الماتش؟ 1-1. 1-1 الزمالك حرس الحدود. 1-1. 1-1 للمصداقيه بس يا جماعه، عشان ايه تبقوا لايف، علشان بس ايه تبقوا متاكدين ان احنا بنصور الفيديو ده في لحظته وهينزل في اقرب وقت ممكن، وان شاء الله نحقق انجاز اسرع مشروع يتعمل في ايطاليا، تغيير كامل متكامل، فكره جديده وانتظرونا. ولو انت واصل معانا لحد دلوقتي في الفيديو قول لي في التعليقات احنا بنفتح مطعم ايه، احنا بنفتح مطعم ايه، علشان لو انت جاوبت اجابه صح فانت راجل جدع، لانك كده كده في الفيديو هنشوف. لو الكومنت بتاعك قبل يوم الافتتاح قلت بالظبط احنا هنفتح ايه فانت برنس. طبعا مش هعمل لك حاجه لان انا اصلا ابدا انزل من بيتزاريا بافلي كريب. دلوقتي بقى يا شباب رجعنا وهنبدا ايه نشتغل زي ما انتم شايفين كده. اسلام باشا منور. نبدا بقى نشتغل بنظبط السلم. حطينا طبعا كراتين هنا عشان البوهيه والدنيا ما نبهدلش الدنيا، الحاجات اللي احنا ايه مش عايزين نجمدها. استنونا وانتظرونا في المرحله الثانيه. اسلام باشا بس على الناس الجميله دي قول لهم المكان ده هيبقى عامل ازاي ان شاء الله. احلى ناس، المكان ده يبقى التوب التوب. انت راجل توب استنونا قريب قريبا باذن الله. بسم الله ما شاء الله. سيبكم انتوا صلوا على النبي. الرجاله تسلم ايديهم ايه جابوا الجنب كله ده. معلم اسلام والمعلم حلمي الله ينور. ابيض باقي لنا بقى الحته دي الجنب ده، ونبقى كده خلصنا من الجنب ده ونكمل في حته ثانيه. احلى فراخ بيتزاريا بافلي كريب في بيرجامو في ايطاليا. الحمد لله على كل حاجه طبعا، وعلى نعمه وفضله. وبصراحه يعني انا حتى مش عارف اقول لكم ايه، يعني انا من كتر اللخبطه اللي في دماغي في الوقت الحالي انا بجد مش عارف اقول ايه، ولكن مفيش في ايدي اي حاجه غير ان انا اشكر ربنا. زي النهارده من 3 سنين في نفس الايام دي بالظبط، النهارده 20/12 دلوقتي الساعه 21 دلوقتي الساعه 12 ودقيقتين، دلوقتي الساعه 12 ودقيقتين زي ما انتوا شايفين. يوم 21 ديسمبر 2025 يوم السبت. من 3 سنين فاتوا زي دلوقتي بالظبط كنت انا محبوس في مخزن البحر في ليبيا، وباقي كام يوم على رحلتي وهعدي بحر ومش عارف انا هعيش ولا هموت ولا ايه اللي هيحصل. والحمد لله. انا عارف ان انا اتاخرت عليكم الفتره اللي فاتت في ان انا بقالي دلوقتي داخل على 3 شهور وما عملش فيديوهات، ولكن ال3 شهور دول انا كنت شغال فيهم على نفسي في حاجات كتير. الحمد لله دلوقتي احسن. ان شاء الله الفتره الجايه هتشوفوني بمحتوى مختلف تماما. وطبعا ان شاء الله برضو يعني هحاول على قد ما اقدر انه مش هيبقى مقتصر على قد الشغل زي ما انتم متعودين يعني، ولكن ادعوا لي ربنا يكمل لي بالستر والصحه ويسترها وافرحوا لي يعني، ما تبخلوش على الدعوه وان انتوا تتمنوا لي كل خير يعني، لان انا شفت كتير. بشوات الله ينور. معلم حلمي الدنيا فيها حمد.
ده اللي احنا وصلنا له، ولسه ايه مستنيين المفاتيح امبارح. انا دلوقتي بقالي 30 ساعة صاحي، بنام واصحى على اللابتوب وبحاول ان انا اكمل الشغل واشوف الدنيا علشان ايه ربنا يكملها بالسلامة. فيلا بينا. طب دلوقتي يا جماعة الساعة 1:09 بالليل، وإسلام وحلمي ما عادوش فاهمين كلامي. اه والله. بتعملوا ايه يا بابا؟ تحفة فنية ما شاء الله. بصوا بقى، بصوا بقى ايه، لسه ما هنصور لهم الحاجة. ودي هنصور لهم، بقالي 3 شهور ما الناس ما شافتنيش. ما ينفعش. هو جابوكوا قوي على الطلاق من ارض الواقع يعني. قول لهم لايك وسبسكرايب يا حاج. ودوس على الزر برجلك. بص المهم ايه، الاشعارات تجيلك على طول. كده احنا وصلنا لكده، كتر خير الف الرجاله. لا لسه هنكمل بكره الصبح. الساعه 1:36 بالليل، بس احنا عندنا شويه شغل جامد ورا السير عليه. وعليكم السلام يا علي. افرد اللقطه تيكي ليك الحمد لله. عندنا كل حاجه هنا كده بالله. لسه بقى ايه المكان هنا برضو فيه دنيا وحوارات. انا ما عدتش قادر افتح، ف هنكمل برضو دلوقتي. اشكركم على كل حاجه. اشكرك لو انت مكمل معايا الفيديو لحد دلوقتي كده. مساء الفل. مساء الفل. احنا بدأنا نقول اي كلام في اي كلام يا جدعان. دلوقتي الساعه كام؟ الساعة كام؟ الساعة بتلف. دلوقتي بقى ايه، احنا نجيب كوبايه قهوه هنا من المكنه جنب المطعم. هنرجع نكمل شغل. على فكره انا مش قادر اصدق ان الرجاله مكمله معايا لحد دلوقتي، بس مش اي حد بيعمل كده، خلي في بالكم. الرجاله دي رجاله. يلا بينا. حلمي قلب حلمي بقى. يلا فين؟ يلا كمل تاني. تعبتنا يابا والله العظيم تعبتنا. الساعة كام؟ الساعة 4. هنكمل بقى الحمام بس. طب افتح الفيديو قدام بقى يلا. الحمام بس. افتح الفيديو يلا. لو احنا وانت قدام بقول اخواتي فيصوا مني. يلا اخواتي فيصوا مني. ايه يا زيكو ده؟ غفلنا ولا ايه بقى؟ رجعت كويس. هنركب بقى اليافطة، ادعوا لنا. عموما بسم الله ما شاء الله. النهارده هنعلن افتتاح مطعم بافلي كريب في ايطاليا، في بيرجامو، في اتسانو سان باولو، سوتو الكومونا، تحت الكومونا. ماشي، فانا عايزكم كده تشرفونا وتنورونا وتجربوا احلى كريب مصري وبيتزا ايطاليانا ولا زي اللي بتحبوها اعملها لكم. يعني بصوا ان شاء الله هنا في كل حاجه، كل اللي نفسكم فيه هتلاقوه هنا. هنعمل برضو كريبات دولش بالنوتيلا، هنعمل بص هنظبط هروق عليكم. هعمل لكم حواوشي والله لو عايزين، بس تنورونا في المكان. لو هتكتب برضو فيها بياتزا 4 نوفمبر 27 اتسانو سان باولو بيرجامو. يلا سلام. سيبونا بقى نركب اليافطه بعد كده ايه نرجع لكم تاني. هنا بقى ايه القلايه، المطبخ الجميل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى هو الجزء الاهم وهو الايه اللي في الكل وهو هذا بسم الله ما شاء الله. عندنا طبعا هنا جريل الكريب زي ما انتم شايفين. هنا عشان اللي عايز يعدي يسلم من غير ما يخش يسلم عليا واشوفه. هنا بقى البيتزاريا والفرن بتاعنا، والبنك والثلاجات والدنيا بقى. خدكم بقى فوق لان ده هو اصلا الفيو اللي كلكم مستنيينه. احنا هنا كده زي ما انتم شايفين لوجو بيتزا بافلي كريب زي ما انتم شايفين المكان. بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى اخدكم ايه اوريكم التحفه الفنيه اللي في الدور اللي فوق، لان القعده دي مميزه. تقعد كده تمسك سندوتش الكريب
اوبس. عموما يلا بينا بقى نشوف ايه الدور اللي فوق زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده طبعا. فالاهم بقى من كل ده ايه؟ ان زي ما انتم عارفين ان انا هنا في الغربة في ايطاليا، ولا يخفى عليكم ما هي ايطاليا وما هي الغربة والناس والدنيا والتصرفات تبقى عاملة ازاي، ولكن انا عشمي فيكم وفي ربنا كبير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان تشوفني في المحتوى اللي جاي بطريقة مختلفة تماما. اهم حاجة نسيتها قبل ما اقفل الفيديو، نسيتها ما تمشيش. بص انا عايزك تيجي هنا كده وتعمل سكان للكيو ار كود ده علشان ايه؟ تخش على بيج الانستجرام علشان تشوف ايه كل المحتوى. احنا اصلا بسم الله ما شاء الله يعني ايه بقينا حوالي 90 واحد. وبعدين سهله، انت بس اكتب بافلي كريب هيخرج لك الصفحه على طول باللوجو. اعمل يا باشا الفولو الجميل بتاعك.